سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة. رمضانكم تصوموه بالصحة والهنا ان شاء الله. اليوم راح نشوفوا هاد لاغوسات تاع دي ميني كيشوطو ساهلين بزاف في التحضير ونتيجة مضمونة وذوق رائع. نتمنى انكم تجربوا الوصفة. بالنسبة للمقادير تاع العجينة واش راح نسحق، عندي هنا الزبدة 150 غرام، عندي حبة بيض، حوالي 2 كيسان تاع الفرينة، مورفة صغيرة تاع الملح وشوية تاع الماء الى اسحقيت. راح نحط الفرينة، نزيد عليها الملح والزبدة تاعي اللي كنت قطعتها هكذا قطع صغار باش تجيني سهلة كي نكون نخدم فيها مع الفرينة، وندخلها مليح في الفرينة هكذا حتى نتحصلوا على الخليط يكون مرمل هكذا. شوفوا دوكا هنا راح نضيف الحبة تاع البيض وبيها راح نحاول نجمع العجينة تاعي. نبدا نجمع في العجينة بلا ما نعجن، نجمع فقط. وهنايا الا شفت ما كفاتنيش راح نضيف شويه برك تاع الماء جوست ملم لاباط تاعي هكذا. الماء لازم يكون بارد، ديروا ماء بارد. هنا شوفوا لاباط تاعي تلمت، راح نغطيها بابي فيلم ونخليها تريح نص ساعه. بعد ما ريحت العجينه تاعي جزت عليها نص ساعه، نبدا نفاصوني فيها في هاد الليمول تاع لي كيش ولا تاع لي طارطولات هكذا. نفاصونيهم مليح ونضغط من التحت هكا باش يحكموا لا فورم تاعهم. يعني تقدروا ديروا اشكال مختلفه يعني على حسب ليمول اللي عندكم. انا درت هذا الشكل ودرت المدور العادي. انا راح نكمل نفاصوني كامل لي كيش تاوعي، من بعد نروحوا نشوفوا كيفاش نخدموا لاباغي كيش. بالنسبه لاباغي كيش راح نسحق 2 حبات تاع البيض ونزيد لهم كاس تاع كريمه سائله. اللي ما عندهاش تقدر تعوضها بالياغورت ناتور. نزيد شويه ملح، فلفل كحل، وراح نخلط كلش بلا فورشات. هنا اللي حبت تضيف فروماج فوندو جبن تقدر تزيد. راح نحط الطون تاعي فوق لي كيش هكذا. تقدروا تعوضوا الطون اللي عندها فيونداشي ولا عندها بولي كيما حبيتوا، يعني الحشو يقعد اختياري. من بعد نبدا نفرغ حوالي 2 مغارف تاع هذاك لاباغي كيش اللي خدمناها. بعد ما نكمل راح ندخلهم يطيبوا. كي يطيبوا لي مليح من التحت نخرجهم، ندير لهم الفرomage هكا غابي ونعاود ندخلهم ونشعلهم غير من الفوق باش يذوب لي هذاك الفرماج ويتحمروا. وهنا البنات هاهم لي كليكيش تاوعي بعد ما خرجتهم من الفرن. شوفوا كيفاش جاو يشهوا. هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى انكم تجربوها وان شاء الله راح تنال اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء ونتلاقاو في المزيد من الوصفات. مع السلامه.